بۆ دووەمین ڕۆژی کۆنفرانسی لووتکەی ڕووناکبیری. ئێستاش پانێڵی دووەم بۆ ڕۆژی دووەم دەست پێ دەکات. داوا لە بەڕێز دکتۆرە ئیبتیسام ئیسماعیل قادر دەکەم بفەرمێ بۆ بەڕێوەبردنی پانێڵی یەکەم. داوا لە زۆر بەڕێز دکتۆر عەبدولحسین شەعبان ئەکادیمی و بیرمەندی عەرەب دەکەین بفەرمێت. داوا لە زۆر بەڕێز کاک مەلا بەختیار نووسەر و بیرمەندی کورد دەکەین بفەرمێت. السادة الحضور، أسعدكم مساء. أهلا وسهلا بكم في اليوم الثاني من مؤتمر القمة الثقافي في السليمانية. يسعدني ويشرفني اليوم أن أقدم لكم قامتين من القامات الفكر والكتابة. أنا سعيدة جدا اليوم بحضوري حضراتكم، ومن اتيكيت يعني او البرستيج واتيكيت اداره الجلسات ان اقدم نبذه او سيره قصيره عن كل الحاضرين، لكن المعرف لا يعرف او كما يقولون هل يخفى القمر. نبدا بالدكتور استاذ عبدالحسين شعبان. بدءا اود ان اشكرك جدا دكتور على كرم عطائك وتواصلك الدائم مع الكرد بشكل عام ومع مركز قلاويش بشكل خاص، وذكرتك بهذا اعداد هذا المؤتمر في السليمانيه. دكتور عبدالحسين شعبان اكاديمي ومفكر عربي من العراق، استاذ القانون الدولي ونائب رئيس جامعه اللا عنف وحقوق الانسان والنور في بيروت، رئيس مجلس امناء المعهد العربي للديمقراطي في تونس، والأمين العام للرابطة العربية والقانون الدولي، وعضو مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية، وعضو مجلس أمناء مركز تطوير حكم القانون والنزاهة، عضو مؤسس في الشبكة العربية للتسامح، عضو اتحاد الكتاب العرب، عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين واتحاد الصحفيين العالمي، له أكثر من 70 مؤلفاً في قضايا الفكر والقانونين الدستوري والدولي والنزاعات الدولية والصراعات الأيديولوجية والأديان والثقافة والأدب والمجتمع، وحائز على جائزة أبرز مناضل لحقوق الإنسان في العالم العربي في القاهرة 2003. أهلا وسهلا بك أستاذ في هذه المناظرة التي تحت عنوان الحوار الكردي العربي. دكتور، أنا أريد أن أبدأ بعد مرور 100 عام من تأسيس دولة العراق. إلى أين الحوار الكردي؟ يعني قسم كردستان على 4 دول. أين الآن الحوار؟ وماذا بعد الحوار؟ تفضل. شكرا جزيلا أيتها السيدات، أيها السادة، أيها الحضور الكرام، أحييكم في هذه الأمسية السليمانية الجميلة، وأشكر حضوركم وأشكر الدعوة والجهات المنظمة لفتح ملف من أهم الملفات التي تتعلق بحاضر ومستقبل الدولة العراقية، ليس فقط ماضيها وإنما بمستقبلها.
بل إن هذا الملف يتعلق بمستقبل دول المنطقة ككل، لما للقضية الكردية من موقع متميز في قضية الصراع الإقليمي والصراع الدولي ومستقبل المنطقة. هذا من جهة. من جهة ثانية ربما تلامس السيدة الدكتورة ابتسام نقطة ضعفي عندما تحدثت عن علاقتي بالكرد، وأنا لدي نقطة ضعف اثنتين: موقفي من الفقراء وموقفي من الكرد عموما. ولعل في نقطة الضعف هذه ربما تشكل نقطة قوة للموقف الإنساني الذي أتبناه منذ عقود من الزمان. يوم أدركتني لوثة الكتابة أو حرفة القلم، إذا جاز لي التعبير أن أقول، لم يحد قلمي عن هذين الموضوعين الأساسيين اللذان ظلا باستمرار ملازمان لي، أعني بذلك الدفاع عن الفقراء والدفاع عن حقوق الشعب الكردي بما فيه الحق في تقرير المصير. الدولة العراقية، أعود إلى سؤالك سيدتي، الدولة العراقية عانت من 3 مشكلات أساسية عضوية بنيوية منذ تأسيسها في العام 1921. المسألة الأولى هي المسألة الكردية، عدم حل القضية الكردية وعدم منح الشعب الكردي حقوقه العادلة والمشروعة في إقامة كيانية خاصة به في إطار التسويات التي جرت بعد معاهدة سايكس-بيكو الذي ترتب على أساسها تجزئة دول المنطقة، ثم بعد نهاية الحرب العالمية الأولى جرى إقرار ببعض حقوق الأكراد في معاهدة سيفر عام 1921، لكن للأسف التسويات الدولية والمساومات الدولية بعد ذلك في العام 1923 تم التخلي عن حقوق الكرد في إطار معاهدة لوزان التي كان للحلفاء وتركيا لاحقا دور كبير في إقرارها. هذه المشكلة ما تزال قائمة إلى اليوم، بل إنها تعمقت خلال 100 عام من تاريخ الدولة العراقية. إذا كان هناك بعض التمييز، بعض التجاوزات، بعض الانتهاكات، عدم تلبية الحقوق السياسية والثقافية المدنية والإدارية وغير ذلك، الأمر اتخذ منحا آخر في ظل النظام الشمولي الاستبدادي في خلال 35 عام. بدأ الأمر بعمليات تهجير، بإبادة، بحلبشة، بالأنفال، بغيرها، الأمر الذي وضع الكرد أمام خيارين لا ثالث لهما: أما الاستسلام أو المقاومة. واختار الكرد طريق المقاومة رغم المآسي والآلام والعذابات والحرمانات التي تعرضوا لها طيلة السنوات الماضية. كيف ننظر الآن إلى مستقبل القضية الكردية بعد 100 عام؟ لا شك أن هناك إشكاليات ومشكلات تعاني منها العملية السياسية في العراق منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 وإلى اليوم، وهذه المشكلات تكاد تكون هي ذاتها التي تحدثنا عنها في السابق، التي تتعلق بتشكيل كيانية خاصة بالشعب الكردي في إطار حق تقرير المصير. وعندما أقول حق تقرير المصير أعني بذلك أما الاتحاد الاختياري الأخوي أو اتخاذ موقف بتشكيل كيانية خاصة بما فيه دولة من حق الكرد فيما إذا أصبح العيش المشترك مستحيلا. عند ذلك يمكن الحديث عن مشروع آخر لابد أن يأخذ هذا المشروع مداه في إطار الصراع الإقليمي، في إطار إمكانية هذه الدولة للبقاء والاستمرار، في إطار عدم تجاوز دول الإقليم على مشروعية هذه الدولة. المشكلة الثانية التي عانى منها العراق هي مشكلة الجنسية التي ارتبطت بشكل من أشكال الطائفية والتمييز العنصري والتمييز الطائفي بموجب قانون رقم 42 لعام 1924. والمناسبة هذا القانون جرى تشريعه
قبل أن يشرع الدستور العراقي عام 1925 هذا القانون وضع درجتين للجنسية أليف وب، واعتبر من هم خارج التبعية العثمانية هم من صنف البيت، بعد أن سمى جميع الذين من التبعية العثمانية من صنف الأليف، علما بأن اتفاقية لوزان تقول أن جميع المواطنين الذين يوجدون في دولة عند التأسيس يصبحون مواطنين بالتأسيس. هذا خلق ردود أفعال سلبية في البداية، لكنها تعمقت بعملية التهجير التي عرفناها في الثمانينات بشكل خاص موجب القانون رقم 666 الصادر عن مجلس قيادة الثورة في 7/5 عام 1980، والذي أدى إلى تهجير عشرات بل مئات الآلاف من المواطنين العراقيين بينهم الكرد الفادية إلى إيران بزعم التبعية الإيرانية. المسألة الثالثة التي عانت منها الدولة العراقية وما تزال تعاني هي موضوع المواطنة. المواطنة لم يتضح مداها وأفقها التاريخي الإنساني خلال 100 سنة من تاريخ الدولة العراقية. وعندما أقول مواطنة أعني 4 قضايا رئيسية: لا مواطنة حقيقية بدون حريات، ولا مواطنة حقيقية بدون مبدأ المساواة، لا سيما المساواة بين الرجل والمرأة، ولا مواطنة حقيقية بدون العدالة، خصوصا العدالة الاجتماعية. إذ كيف تستوي المواطنة مع الفقر؟ ستكون هذه المواطنة ناقصة ومبتورة ومشوهة بلا أدنى شك. ولا مواطنة حقيقية بدون الشراكة والمشاركة في الوطن الواحد وعدم التمييز في الوظائف العامة من أعلى مستوى في الدولة إلى أدنى مستوى في الدولة. هذه المشكلات ما تزال قائمة. للأسف الشديد أقول أنها انعكست في الدستور العراقي النافذ. هذا الانعكاس سيشكل علامة خطيرة وبارزة على مستقبل العلاقات داخل إطار هذا البلد. دعيني أقول لك نقطة رئيسية: أن الدستور العراقي الحالي قام على مبدأ المكونات، وقد ورد مبدأ المكونات في المقدمة مرتان، وفي المادة 9 وفي المادة 12 وفي المادة 49 وفي المادة 125 وفي المادة 142، وليس ذلك سوى التقاسم الإثني الطائفي الذي انعكس على صعيد العملية السياسية في العراق، والذي أدى فيما أدى إليه من تدهور في العلاقات بين ما سمي بالمكونات، وأنا أقصد المجاميع الثقافية، وهذا انعكس على صعيد الفساد المالي والإداري، وعلى صعيد انفلات السلاح، وعلى صعيد التغول من جانب السلطة أو من جهات ما دون السلطة وما تحت السلطة على ما فوق الدولة، تارة بزعم مرجعية دينية، وتارة بزعم مرجعية طائفية، وأخرى بزعم مرجعية حزبية، وثالثة بزعم مرجعية سياسية أو عشائرية أو قبلية أو جهوية أو غير ذلك. نحن عندما نتحدث عن حوار نريد أن نطرح هذه القضايا إضافة إلى الوجه الثقافي لعلاقة الحوار. هناك وجه آخر إيجابي لعلاقة كرد العراق بعرب العراق. هذا الوجه الإيجابي لابد أن نظهره. نحن نريد إعلاء شأن الجوامع المشتركة، أي الجوانب الثقافية المشتركة التي تربطني بأخي الكردي وتربط أخي الكردي بأختي العربية في جنوب العراق أو في وسط العراق. هذا جانب مهم أن نتحدث عنه، لأن هذا الجانب يتعلق بمستقبل العراق وبمستقبل الدولة العراقية. شكرا. أو حين توزيع كباب بس العرب كانوا شكون أنا بيبقى كردي قصة. شكرا أستاذ عبد الحسين شعبان على التزامك بالوقت. شكرا جدا. حكمة محمد كريم أو المكنن أو الملقب بملا بختيان، المثقف والمفكر والكاتب الكردي المناضل والقيادي الناشط في
السياسة والكفاح المسلح والمدني والنشاط الجماهيري، مشرف شبكة شاودير التنويرية، عضو مجلس أعلى لمصالح الاتحاد الوطني الكردستاني. أشرف على العديد من المؤتمرات والمهرجانات والندوات الثقافية والفكرية والسياسية. له أكثر من 15 كتاباً حول الفكر والتقرير والسياسة. نذكر بعضاً من مؤلفاته: ثورة كردستان ومتغيرات العصر، كتاب التمرد على التاريخ، حزمة مواضيع مختارة، الديمقراطية بين الحداثة وما بعد الحداثة، الديمقراطية بعد الحرب الباردة، في خدمة الأدب، حرية العقل والمجتمع المدني، الخبير في كردولوجي روسيا والأكراد، الديمقراطية وأعداؤها، الرحلة نحو التغييرات السياسية، وأخيرا كتابه الذي أثار الجدل بين الأحزاب الكردية بدلا من المذكرة. تفضل أستاذ. ممكن أصيغ إعادة السؤال اللي سألته الأستاذ الدكتور عبد الحسين. بعد تأسيس الدولة العراقية ومرور 100 عام، الحوار الكردي العربي بعد يعني ناضلنا وعملنا الكثير من المفاوضات والحوارات والنزاعات المسلحة والنزاعات والمقاومات، يعني كل اللي حدث خلال هذا التاريخ، تاريخ النضال الكردي، هل يجوز نبقى يعني هل نسينا حق تحقيق تقرير المصير؟ هل يعني أنا أقول لك إن الآن أنا بصدد إعداد بحث، كتابة بحث عن الحوار العربي الكردي في الفضائيات العراقية، فلا نرى سوى الحوارات والمفاوضات عن الرواتب وعن الميزانية. فأين الحوارات حول تحقيق المصير؟ يعني أين حواراتنا في تحقيق المواد الدستور اللي ذكرها الأستاذ؟ يعني ممكن تفضل. نعم، شكرا. أستهل كلامي بنبذة مختصرة باللغة العربية وبعدين باللغة الأم الكردية، لكي الرأي العام الآن البث مباشر حتى يفتهموني الكردي. أولا دكتورة ابتسام حقيقة شخصت أقوى نقطة من حضرتك وليس أضعف نقطة. عادة الكبار يتواضعون في عقولهم والصغار يتكابرون في عقولهم. حضرتك كبير جدا في العقل حقيقة. أقل شيء اللي احنا نعرف من شخصية حضرتك وهي أكثر من 50 سنة أنك بقيت صادقا مع القضية الكردية والديمقراطية ويساريا. هذا من أهم صفات شخصيات حضرتك. وحقيقة لي الفخر بأن هذه الأمسية ننظم هذه المناظرة. ممكن في بعض اللحظات أو بعض المحطات يتغلغل بعض التناقضات أو بعض الأفكار المميزة بينني وبين حضرتك، ولكن بشكل عام من الناحية الاستراتيجية أفكر كما تفكر، أنتقد كما تنتقد، ونبقى سويا من أجل الاستراتيجية المشتركة وهي الديمقراطية للعراق، الديمقراطية الحقيقية، وحق تقرير المصير للشعب الكردي من دون انتقاء، من الأمة الظالمة. حضرتك يساري وأنا لي إلمام بالثقافة اليسارية. لينين يقول دائما الأمة المتسلطة دائما أمة ظالمة، دائما أمة ظالمة، لأن السلطة بيدكم، إحنا مظلومين. أتمنى بأنه بعض الملاحظات أو بعض الانتقادات اللي يجب أن نشرحها الآن للحضور واللي يسمعونا بالتأكيد يجب أن نكون واضحين وصريحين. شكرا على قبولك هذا المناظرة. شكرا دكتورة ابتسام. خوش حالي نميواري برزان لقل إيوه ولا رقي كنا كان وقمال بشيكي متتكمل جوان نقصة كان معنا راسيا من قبل كرديش بيلم دكتور عبد الحسين شعبان يكي الراس بوترين كشتواناني كردة وباورشي بديمقراسي زورة ما في شال وستا سر بخوي قدسان باوري فيك زور دوستي أمين هاو خبي أمبوه
ڕۆژە لە ڕۆژان یەک وشەی نەنووسیوە وجدانی کورد ئازار بدات، یعنی ئەمە جێگەی شانازیە بەڕاستی. بۆیە من بەش بە حاڵی خۆم ڕازی بووم لەگەڵی دانیشتم، ڕازی بووم لەگەڵی دانیشتم. هیوادارم ئەم دانیشتەشمان ئیزافەیەک بێ بۆ هەموو ئەو خزمەتانەوە و بیرکردنەوەی ئەو جەنابی هەیەتی. سەبارەت بە کورد و عەرەب لە عێراق، دامەزرانی دەوڵەتی عێراق، دیالۆگی بینی کورد و عەرەب لە عێراق، ئەمە بەڕاستی دەریایە قسە هەڵەگرێ، دەریایەک دیالۆگ هەڵەگرێ، دەریایەک بۆ چوونی هاوبەش و بیری جیاواز و ڕخنەی جیاواز هەڵەگرێ قسەیە. ئێمە 100 ساڵە ئەم دەوڵەتە دامەزراوە، ئەم 100 ساڵە پڕە لە ڕوودا، 100 ساڵ پڕە لە کێشە، 100 ساڵ پڕە لە تاوان. تاوان بەرامبەر بە گەلێک هیچ تاوانێکمان نەوەی لاوانێ و توانە مافەکانمان بدەن. یعنی جاری وایە ساکارترین مافمان وشتووە نەیانداوە، یعنی جاری وایە وتومانە بە زمانی خۆمان بخوێنین قوڵیان نەکردەوە. جاری واشە بووە سەرداری جووک و شێخ محەممەد داوای سەربەخۆی کوردستانی کردەوە کە حەقی خۆی بووە. کەی حەقی خۆی بووە؟ ئەو کاتێک کە بریتانیا هات دەوڵەتێکی دەستنێژی بۆ عێراق دروست کرد، دەوڵەتێکی دەستنێژی بۆ عێراق دروست کرد، هاوکات دەوڵەتی بۆ عەشایری عەرەب لە خەلیج دروست کرد کە هیچ پێشینەیەکیان لە دەوڵەتبەرداری و لە دەوڵەتداری نەبووە. دەوڵەتی بۆ ئەوان دروست کرد هەموو دەوڵەتە خەلیجەکان ببینە، سعودی لێ دەرکەی لە کۆنەوە شتێکی تر بووە، کەچی بۆی ئەمە ڕەوای نەبینی لە کوردستانە هیچ کیانێکمان نەبێ، هیچ مافێکیشمان نەبێ. ئەمە لە کاتێکدا بریتانیا کە هات بانگەوازەکانی وا بۆ هەموو گەلان دەوڵەت دامەزرێنێ و گۆڤارێکیشیان دەرکرد، بەخشنامەیەکیشیان دەرکرد بە ناوی تێگەیشتنی ڕاستی بە کوردی، پەیمانیان نەدا کە بۆ کوردی شتێک بکەن. 1920 لە کۆنگرەی قاهیرە بە ئامادەبوونی چەرچڵ کە وەزیری مستعمەراتی ئەو کاتێ بریتانیا بوو، سلمان دیان کە کورد مافی سەربەخۆی هەبێت، دەوڵەتی سەربەخۆی هەبێت. حتا سلمان دیان کە هەکاری ئەرمەنیەکان لە هەکاری هەبێت دەوڵەتی سەربەخۆی هەبێت لەو کۆنگرەیە. بەڵام کە هاتن نەک ئەویان قبوڵ نەکرد، یعنی بەڵکو پێچەوانەکەیان سەپاند، حکومڕانی شێخ مەحموودیشان دەستێنانی قبوڵ نەکرد. ئەندەجار ئەوان شێخ مەحموود هیچی لە سیاسەت نەزانیوە. باشە کە ئەمە غەدرە بەڕاستی. من نازانم حاکمەکانی خەلیج چیان لە سیاسەت زانی کە دەوڵەتیان بۆ دامەزراندن، چیان نەزانی؟ یعنی ئێستاش هەندێک حاکمی خەلیجەیە کە قسەیەکە ئەزیتیا شەرمەزارە بوو، نازانێت چۆن دوو جملەی مفیدی پێ لە قسە لە سیاسەتە. لە دوای 100 ساڵ دوو جملەی مفید بە هەندێک حاکمی خەلیجەیە نییە، دوو جملەی مفیدی پێ نییە. دەوەرە 100 ساڵ لەمەوبەر، 100 ساڵ لەمەوبەرە بێت چۆن بوو بنەوانە. عێراقیان دامەزراند لەبەر ڕێزم بۆ عەرەب، عێراقیان دامەزراند مەلیکێکیان لە عێراق دەست نەکەوت، چون مەلیکیان بۆ قەرز کرد لە حیجاز، مەلیکیان بۆ قەرز کرد، کردیان بە مەلیکی عێراق. ئێمە خۆمان مەلکمانە بوو کە مەحموود شێخ مەحموود. ئەمە یەک. لە هەمووشی پێکەنە ناویتر، لە هەمووشی کۆمیدیتر ئەوەیە لە زمانێکە کە مەملەکەی عێراق بوو تا ئەگاتە ئەلجەمهوریە العێراقیە ناوەکەیان بە هەڵەدانا بوو، هەتا ساڵی 1989 ناوەکەیان ڕاست کردەوە لە ڕووی ڕێزمانەوە، کردیان بە جەمهوریەت العێراق. حتا لە ڕووی قەواعیدیەوە ناوی دەوڵەتەکەشیان بە هەڵەدانا بوو. بەڵام سەپاندیشیان، ئینگلیز سەپاندی. یاری ئێمە بەڕاستی خۆمان وەکو کورد بە دۆستی هەرە نزیکی عەرەب بزانین، دۆستی هەرە نزیکی عەرەب بزانین. عەرەب هەمووی شانازی بۆەوە کرد کە سەڵاح حەیدەری کوردە و قودسی ڕزگار کردەوە. برای فەڵەستینیشمان دانش کرد لە ئێران. شاعیرێکی فەڵەستینی هەیە چەند جوانی وتووە، ناوی معین بەسیسۆیە، ئەڵێ كم أكره من علمني حرف الأول في التاريخ. صلاح الدين حينما انتصر أصبح بطلا عربيا، ماذا لو هزم صلاح الدين لأصبح جاسوسا كرديا؟ الله چند رقم لو كسانية وشيء كم يعني لبيجواتي كردم
صلاح الدين كسر كودو بقرماني عرب أجر كوتايانو جاسوسي كلبوا دود يرشعي زور جوانا والله ميجوية برجستاكا ميجوية برجستاكا أما بدولة من كتني قسكاني دكتور كشيء أما براستية كشيء يعني كشيء نتوي كل لشارتشوي أو شاب باشوري كردستان كشيء دامزراني دولة العراق نيمة تنها صلصال يكم اتفاق سايكس بيكون نية وكجنابي فرمي يكم اتفاق زهاوة لصديق حفدهم أرز رومي يكم ودوام لصديق هجدهم أنجا اتفاق كاني بيش أو شان هي اتفاقي لوكالي دواي اتفاقي ساكس بكوزان رسول شانزة هي يعني لو ساو كرد يعني لاتفاقي زهاو أرز رومكان وكرد لنيوان عثماني كان وصفي كان وقجاري كان بناوي دصلاتي الشيعة والسنة أمان هارن وبردوامي أمان هارن بدري جاي يجو حوار أو يفيرن حوار بدري جاي يجو لبيني كرد وفارس كرد وترك كرد وعرب نبوة حواري عقلاني حواري سياسي حواري شارستاني نبوة بدري جاي يجو يك حوار نبوة إيش أمي ظالم أمي دصلات دار قراراتي خوي بس أي سبان دوا تريد أرب هاي أرب ما تريد أرب هاي أرب وكو عرب كليوش كدايو كليوش كليوش كدايو كليوش باشا هرب أبوه هيش تجان لقبنا تهران هربي في وتين بدرجاي بيجو اسطنبول هربي في وتين بدرجاي بيجو بغداد هربي في وتين شام هربي في وتين بدرجاي بيجو هيش تبعنا بتستوي مدرستي حوار بمعنى حوار نيا أو كحواري دروس عندك مثقفة وجنابي دروس يعملوا بناء حوار جوبرتن هي بو حواره بو نا كيش سقوطي صدام أم حواره دستي بيكردوا بلام دوای سقوط اگر دولة العراق سوپای العراق بما بايا لبغداد سوپای العراق بما بايا المخابرات وأمن استخباراتي بما بايا و اوتوماتيك اتصالاتي سوپاو أو دزقا مخابراتي كاني عراق بكوتا دستي شكل حزب كاني يستاك العراق وهمان حكومتي مركزيان نبردايا بالروا همان حكومتي مركزيان نبردايا بالدنيا ودستورنا النصرة بدستوروها يعني وتينا تريد الرب هاي الرب ما تريد الرب هاي الرب همان حكومتي مركزية صفايا سريعة حوار نبو يعني أول حواري فدروس بو لحربشانوي دولة العراق بو تنها هريمي كردستان أو كاتا شاني كي بهيز بو سي قوشة هبو العراق قوشي كرد قوشي سنة قوشي شيعة قوشي كرد وسنة قوشي عرب شيعة وسنة دار زابو هلو شابو قوشي كرد إيش بيقلتوي چينا بغداد بيقلتوي چينا بغداد شانازي بو ككل أو كاتا بيقلتوي چينا بغداد كيف سيدا لدواي هجد سال روحاني صدام يسبب هرتوازية چينا ناوها بجاردن سخرية القدر وعرب اشتكي زور ناقشة كوابير أو كاتيك دستور قبول كلا كرد لناو معادلة هيزي كي بهيزبو عراق في وشتي بكرد بو شيعة السنة زور ناقوبون والسنة مقاطعي انتخاباتي كرد لدى مزران دنوي دولة العراق السنة مقاطعي عراقي كرد مقاطعي دا مزراني عراقي كرد مقاطعي دا مزراني سباي كرد مقاطعي دا مزراني بوليسي عراقي كرد أوكاتا السنة زور فرشو الله بيسروا وربون أوكاتا دعي فشمام بنا والراسة شيعش براسي أوكاتا هم مرجعيات هم كاوي دوري وكو خوالي خوشبو محمد باقر حكيم وكاوي دوري منوري دوري هبو مناقشي باشي عنا لما أوكاتا خوشيان يشتبه تواتي نا حشد شعبي هبو نصباي عراق هبو نا داود دزغاقاني عراق هبو لم شوارچه ويا توازني كي ديالكتيكي دروز بولا نوسيني دستوري عراق اگر يكيك بتأني يا بدقات دستوري عراق كان توا هاوسنجير اخوانا توا دستوري عراق هاوسنجير لنيوان ما في كرد ما في شيعة ما في سنة ما في ديمقراطية كان شكاية
بەڵام بەدقەتەوە سەیریکەی تەناقوزاتی شەیە لە دەستوری عێراقا کە ئەگەرچی حوار دروست بوو، حوار لە نووسینی دەستورە هەبوو، تەناقوزێکی شەیە لەلایەکەوە ئەڵێ هیچ یاسایەک پێچەوانی دیموکراسی بێ تەشریع ناکرێت، لەلایەکی تریشە بە هەر یاسایەک پێچەوانی دین و مەزهب بێ تەشریع ناکرێت. ئەمە لە دەستورە هەیە. تەوازنێک دروست بوو لە بینی ئەم و ئەو، لە بینی ئەم مەنتیق و ئەو مەنتیقە تەوازنێک دروست بوو کە لە فەلسەفەشا، لە فەلسەفەی دیالکتیکە جەنابی لە من باشتر شارەزایە، تەوازنی دیالکتیکی هەیە لە فەلسەفە، لە حەزات هەیە تەوازن هەیە لە فەلسەفە، حتا لە فیزیا تەوازن هەیە، لە کیمیا تەوازن هەیە. ئەو تەوازنە هەیە، هەم لە فەلسەفە هەیە، هەم لە علومی تەطبیقی هەیە. لە ئەو قۆناغی نووسینی دەستور ئەبێ ظروفی عێراق لێک بدەینەوە بۆ خۆی. بۆچی دەستورەکە بە فیدرال و بۆ مادەی 144 یعنی زادەی ظروفی ئەوسای عێراقە. ئێستا چی؟ ئێستا ئێمە لێ دەدانیشتین باسی حیواری عەرەبی کوردیەکەین. زعیفترین حیواری عەرەبی کوردی لە ڕووی عەقڵ و عەقلانیەتەوە لە ڕووی ڕۆشنگەری و ڕۆناکبینیەوە لە بەغداد هەیە. بەڵام بە قووەترین سیاسەتی پیاچوونەوە بە دەستوری عێراقەیە و قسە هەیە لە تعدیلی دەستوری عێراق جارێکی تر و بێگومان من خۆم لە چەندین جار لە وەفتی سەرۆکی وەفتی یەکێتی بووم لە بەغداد لە مەسئولی گەورەی عێراق و لە حیزبی گەورەی عێراقم بیستووە ئەڵێ مادەی 140 ئەبێ هەڵوەشێتەوە. ئەبێ نەمێنە مادەی 140. طبعا لە کاتی خۆیان من ناوی هێنم نەچمە ناو تەفاسیل وەڵاممان داوەتەوە لە کاتی خۆیان، بەڵام منە مەوێ بڵێم نەک حیواری عەرەبی کوردی ئێستا لە بەغدادە کە دەوڵەت دامەزراوە بەو هەموو مشکلی هەشیانە، نەک حیواری عەرەبی کوردی نییە، نەک حیواری عەرەبی کوردی تەفاعولی نەکردووە لەگەڵ حیزبەکان، لەگەڵ ئایدۆلۆجیەکان، لەگەڵ پێکهاتەکان. بەڵکو جارێکی تر لە بەغداد کە هەستەکەن خەریکە دەوڵەتێکی مەرکەزی دروستە بێتەوە، حتا ئەوەی کە نەتیجەی حیواری سێ کوچکەیی لە بینی کورد و عەرەب و سنە بەهۆی ظروفێکی تایبەتی لە عێراقەوە دروست بوو لە دوای ڕوخانی سەدام و ڕۆژی دەستور، ئەیانە ئەویش هەڵوەشێنەوە. ئەم عەقڵیەتە تاقیە ئێستا لە عێراقا. لە دوای ئەم هەڵبژاردنەکە هەموومان دڵمان پێخۆشە، دڵمان پێ باشە بە حساب هەڵبژاردنی پێشوەختەیە، ڕەنگە هەندێک گۆڕانکاری بکەوانە. ئەو من بۆ مێژوو پێتان ئەڵێم جاری وایە بۆ نەکەم، بۆی سیاسیەکەم. ئەوە ئێستا بۆ مێژوو پێتان ئەڵێم هەڵبژاردنەکە ئەگەر خەریتی سیاسی حیزبەکان و دەسەڵاتەکە بەڕادەیەک نەگۆڕێت، هەندێک هێزی دیموکراسی مەدەنی بێتە پێشەوە ڕێ بگرێت لەوەی ئەوەی بەتی هات بە حیوارێک لە ظروفێکی ئیستثنایی دوای ڕوخانی سەدام ئەوش نامێنێت و دۆخێکی ترسناک بۆ کورد دروستە بێ جارێکی تر، مەترسیدار دروستە بێ بۆ کورد جارێکی تر. ئەو کاتە کورد بەم پەرشوبڵاوی کە هەی کە ئێستا بە پەرشوبڵاوی چینە هەڵبژاردنەکان بە ئارایشتێک بنەمای گەڵاڵەکردنی بۆ چوونی ستراتیژی بۆ ئەم قۆناغە لە کوردستان و لە عێراق و لە ناوچەکە هێشتانیە لە بیرکردنەوەی سیاسی هەموو هێزە سیاسیەکانی کوردستان بەم دۆخە بچین. ئەگەر عێراق سیناریۆکەی وا بێ مەرکەزیت لە عێراق بە قووت بێ و ئەم حیزبانی کە ئێستا بیر لە تعدیلی دەستور و لە گۆڕینی مادەی 140 کە نەمانە باڵا دەست بن لە عێراق لە دوای ئەم هەڵبژاردنە پێشوەختە، من پێتان ئەڵێم خۆمان هەڵگرین بۆ سیناریۆیە کە مەترسی گەورەبانە سەر دروستەکە. من زۆر من تەواویەکە من زۆر داوام لە دکتۆر عەبدولحوسێن و لە ئامادەبوانی بەڕێزەیە کە لێرە هەموو مسەقەفی گەورەی عەرەب و عێراقین کە لێرە دانیشتوون، داوام لێیە کە لە ئێستاوە پێش ئەوەی کە دۆخەکە بە ئاڵۆزیە جارێکی تر لە دوای هەڵبژاردن، یعنی تۆزێک ئەم حیوارە فراوان کەین، حیواری عەرەبی کوردی فراوانی کەین، با بچینە بەغداد، با بچینە بەسرا، با بچینە کەربەلا، بچینە نەجەف، ئێمە ئامادەین بین، ئامادەین گفتوگۆ بکەین. بەڕاستی یعنی با ئێمە لە ئێستاوە زەنگی مەترسی سەپاردنەوەی دەوڵەتی مەرکەزی لێ بدەین.
وهیچ نەبێ ئەوەی بەدی هاتووە ئەم تەوازنە لە بینی فێقاتە جیاوازەکان هیچ نەبێ جارێک بپارێزین و خەبات بکەین بۆ ئەوەی ئەمە مادەکانی دەستور و خۆی جێبەجێ بکرێت. ئەمە ئەرکی مسەقەفینە، ئەرکی ئێوەی بەڕێزەکە لوتکەی ڕاگبیرانی عەرەبکە لێرە دانیشتوین و خەڵکی تریش زۆر زۆرە لەگەڵمان با بەرنامەیەکمانێ بێ بۆ ئەوەی ڕێگە بگرین لەوەی هەمومان بۆ وڵاتەکە کە وڵاتی هەمومانە عێراقا ئەوەی کە پێڵەن دیموکراسی لە عێراق هەموو ئەمە نەپێوێتە بەرمەترسی. سپاس دەکەم. زۆر سپاس هەردوو بەڕێز عەبدوڵ حوسێن شابان کارمەلا بەخێر. دکتۆر عندك إضافة؟ نعم تفضل. أنا سعيد جدا بهذا الحوار وبهذه الصراحة وبهذا الوضوح، بالرغم من أننا لا نخوض في السياسة وإنما نخوض ربما في حواشيها وإن كنا نستهدفها بالصميم. هذا الحوار اللي حاول سعادة الصديق ملا باختيار أن يعطيه طابع معرفي وثقافي وفكري بالعودة للتاريخ، هذه مسألة مهمة جدا، خصوصا العودة إلى معاهدة زهاب ومعاهدة أرض روم الأولى وأرض روم الثانية التي تشكل خلفيات للموقف من الكيانية العراقية التي تشكلت بعد العام 1921. وبالطبع لكل تاريخ فلسفة، لا يمكن الحديث عن التاريخ دون الحديث عن الفلسفة. إذا كان التاريخ أبو العلوم فالفلسفة أمها، الفلسفة أم العلوم والتاريخ أبوها. والتاريخ على حد تعبير هيجل ماكر ومراوغ ليس بالضرورة يوصلك إلى ما تريدين الوصول إليه إن لم تربطيه بالفلسفة. والتاريخ لا يعيد نفسه حسب ماركس، إذا حصل ذلك ستكون في المرة الأولى كمأساة وفي المرة الثانية كملهاة. ما نتحدث عنه في العام 1000 كوميديا أو مسخرة يقال أحيانا، ما نتحدث عنه في العام 20 أو العام 21 لا يمكن أن نعيده الآن ونحن في العام 2021. السياقات التاريخية اختلفت، وهذا الاختلاف بين وشاسع وكبير، ولذلك نتحدث عن ما هو ممكن الآن. والسياسة كما تعلمون هي فن الممكن وهي فعل الخير أيضا، نطمح في الوصول إلى فعل الخير من زمن أرسطو مرورا بابن خلدون إلى اليوم، هي فعل خير. لذلك نحن نسعى من خلال هذا الحديث لفعل الخير. أريد أن أقول أن هذا الحوار الآن الذي نتحدث عنه لابد أن ينتقل مثل ما أشار الصديق ملا باختيار إلى مواقع أبعد من هذه القاعات، إلى الكرد وإلى العرب وإلى كل المعنيين بقضايا السلم المجتمعي والسلم الأهلي والانتقال الحقيقي للتطور الديمقراطي، خصوصا باحترام الهويات الفرعية مع الأخذ بنظر الاعتبار الهوية العامة الجامعة، تلك التي تفتتت في الحروب الأخيرة وفي عمليات الملاحقة والاضطهاد التي طالت الكرد لعقود من الزمان، أدى إلى تفتت الهوية الوطنية العامة الجامعة. كيف السبيل للحمة هذه الهوية واستعادة حيويتها وبالتالي إعطائها نكهة جديدة تستطيع أن تتواصل مع قضايا التقدم ومع انبعاث الهويات على الصعيد الكوني. في العام 1991 استدركت من موقعي الشخصي ومن تطوري في إطار الحركة اليسارية والشيوعية أن هناك خللا في فهم القضية الكردية. هذا الخلل يقوم على جانبين. الجانب الأول أن الحركة الوطنية العراقية والحركة السياسية العراقية نظرت إلى الكرد
نظرة تشككية، فيها شيء من الاتهامية المسبقة، وفيها تحميل لكل أخطاء الدولة العراقية أحيانا. وهناك نظرة قاصرة كردية أحيانا انغلاقية انعزالية بزعم الاضطهاد القومي. إذا منفتح حوار، والحوار على مصراعيه في إطار النخب الفكرية والثقافية. لذلك ألقيت محاضرة في لندن عام 1991 دعيت لأول مرة إلى حوار عربي كردي، لا أقصد حوار بين الحكومات العراقية المعزولة وبين القيادات الكردية المناضلة، وإنما حوار بين المثقفين، بين أطر فكرية وسياسية مختلفة عن الإطارين. نظم أول حوار في إطار المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي كنت أتشرف برئاستها منذ 30 عاما. وهذا الحوار جمع 25 مثقف كردي مع 25 مثقف عربي، الذين تعرفونهم الآن بالإعلام من القيادات الكردية في الصف الأول، وخصوصا الذين لهم علاقة بالثقافة حضروا هذا الحوار. وعدد من القيادات العربية أيضا حضرت هذا الحوار. من العراقيين العرب على الأقل الذين حضروا هذا الحوار لاحظوا الألوان الأساسية. حضر عامر عبد الله، وحضر هاني الفكيكي، وحضر السيد محمد بحر العلوم، وحضر عبد الكريم الأزري، وحضر حسن الشلبي، وحضر المتحدث الذي نظم إطار هذا الحوار، إضافة إلى حضور كان مكثفا من السعودية، من البحرين، من مصر، من سوريا، من لبنان، من الأردن، من تونس، من السودان وغيرها من البلاد العربية. هذا الحضور كان نفس القضايا التي نناقشها الآن مطروحة. ما الذي نعنيه بالمواطنة؟ ما هي فكرة الحكم الذاتي؟ ما هي فكرة الفيدرالية؟ ما هي فكرة الكونفدرالية؟ ما هي فكرة حق تقرير المصير؟ ما هي فكرة الدولة الكردية وإلى أين ومتى وكيف يمكن أن تنشأ دولة كردية؟ هذا الحوار جرى في جو معرفي وثقافي حضرته جريدة الحياة وجريدة الشرق الأوسط والتلفزيون الMBC الذي بث لأول مرة، وحضرته نخب هائلة من المثقفين، وكتب عنه عشرات المقالات في حينها، لأنه لأول مرة في التاريخ يتم حوار عربي كردي بين المثقفين، حوار بعقل بارد وبقلب حار حول مستقبل العلاقة العربية الكردية. كان يفترض أن ينظم الحوار الثاني في العام 94، لكن للأسف الاقتتال الأخوي بين الكرد حال دون انعقاد هذا الحوار، حتى انعقد الحوار الثاني في القاهرة في العام 1998 بحضور مام جلال وجميع القيادات الكردية التي تعرفونها، بما في القيادات الأخرى أضيفت إلى القيادات الكردية الأخرى، بينهم الرفيق عزيز محمد والرفيق بهاء الدين نوري وعبد الخالق زنقنة وآخرين الذين حضروا الحوار، إضافة إلى بعض الشخصيات العربية الأخرى التي أضيفت إلى الحوار، بينهم أحمد الحبوبي، فلك الدين كاكي. لا، القيادات الكردية معظمها كانت حاضرة، يعني كاك محسن دزي، بشار جيباري، لطيف رشيد، عدنان المفتي، عادل مراد، عمر بوتاني، كل القيادات الكردية، كل قيادات الصف الأول حاضرة أيضا. وحضر من العرب نوري عبد الرزاق وأحمد الحبوبي ومحمد الحبوبي وجليل العطية ممن أتذكرهم، إضافة إلى شخصيات مصرية مهمة بينهم محمد فايق وأحمد حمروش وآخرين. هذا الحوار أسس لتبادل رأي، وتبادل الرأي كان في جانب مهم، الاعتراف بوجود مشكلة. هذه المشكلة اسمها المشكلة الكردية. كيف السبيل لإيجاد معالجات وحلول تفاهمية للوصول إلى ما هو مشترك وما هو إنساني في إطار هذه القضية؟ هنا كانت بداية مهمة لتطور فكرة الحوار ولقبول الحوار. نحن كمثقفين
كيف نجسر الفجوة بين القيادات السياسية. تنظيم هذا الحوار واحد من عوامل تجسير هذه الفجوة. برأيي وسبب أن اقترحت مثل هذا الرأي، لابد من مأسسة هذا الحوار، أن يتخذ هذا الحوار طابع مؤسسي، طابع الديمومة، طابع مستقبلي. يمكن أن نؤسس لمعهد عربي كردي، نترجم روايات كردية ونترجم روايات عربية، نترجم شعر كردي ونترجم شعر عربي، نقيم معارض فنية، نقيم ندوات ومهرجانات للتراث العربي الكردي لكل التراثه، نقيم مهرجانات للغة، نشجع على تعلم اللغة الكردية. أنا كعربي أشعر بإحراج أحيانا، لماذا لا أتكلم الكردية على سبيل المثال، وقد عشت مع البيشمركة لفترة غير قصيرة، لكن للأسف بسبب الظروف الحياتية والمعيشية لم نتعلم اللغة الكردية على كبر. كان ممكن ومن الآن يمكن أن يتعلم. نعم. كنت بشبرقة عمري بالثلاثين. يا سنة. 82 83 إلى نهاية. أختار مرحلة. وخصوصا بعد بشلاشان. واضطررت إلى عبور جبل قنديل. لكننا من دعاة التسامح ومن دعوات حقيقية إلى نبذ الاقتتال، نبذ العنف، ووضع أسس لعلاقات مشتركة، علاقات تكافؤية أساسها الاحترام المتبادل واحترام الهويات واحترام ما هو إنساني في أفق مستقبلي. أكتفي بهذا الحد ونسمع منه سعادة الملا باختيار. شكرا. زۆر سپاس. من بەوردی گوێم بە قسەکانی کرد. طبعا لەم باکگراوندا و پێشینەیە زۆر گرنگە کە هەوڵێکی باش دراوە لەو بارەوە و هەمووانەی بەشداریان کردەوە لەو دیالۆگە لە بینی کورد و عەرەب، یعنی کاری جوانیان کردە لە مێژوو و بە جوانیش لە مێژوو هەنووسێ. ئێستا با ئێمە نەچینە سەر مەسایلی توێری، نەچینە سەر ڕابردن، نەچینە سەرەوە ئەو قسەی کە جەنابی فەرمووی بە داو دەستگاکردنی ئەم حیوارە، مەئسەسەتە الحیوار. ئۆکێ، چی بکەین بۆ ئەمە؟ من وەکو خۆم، وەکو مەلا بەختیار، وەکو کورد، وەڵامەکەم ئەمەیە بۆ جەنابی. من لە هیچ حزبێک لەم حزبانە ڕەچاو ناکەم کە ئەم مؤسسەیە قبوڵ بکەن. بەسەراحەت قرسە. ظروف ئێستا ئەوە تەحەموڵ ناکە قەراری حزبی لەم بارەوە بدرێ. ناچمە ناو تەفاسیل. وەکو عەرەب بەڵێ شەیطان فی التەفاسیل. واز لە تەفاسیلە هێنەوە. ئێستا ئەم دانیشتنە کە ئیمێدەوارم حکوومەت گوێی لێ بێ، پەرلەمانی کوردستان گوێی لێ بێ، مەسەلەکە ئێمەین. تکایە پەرلەمان و حکوومەت و سەرۆکی هەرێم ئەمەوێ گوێتان لەم پەیامبارناوازەی بەندە بێت. عەرەب پێویستی بەو حیوارە نییە کە ئێمە تێیگەێنین. عەرەبی عێراق دەسەڵاتی هەیە، ئۆکەی دەسەڵاتی هەیە و ڕێزشمان بۆیان هەیە، نەچینە ناو هیچ شتێکی ترەوە. ڕێزمان بۆ ئەوە هەیە کە عەرەب دەسەڵاتی هەیە. ئێمە خۆزگە دەسەڵاتێکمانە وایە، وەکو ئەمەی عەرەبیش وایە مەمنون بین بە هەموو کەم کوڕەکانیەوە. کێشەی ئێمە ئەوەیە دەسەڵاتمان نییە و کێشەیەکی تراتر سەر کێشەکەمانەوەیە ئەوەی دەسەڵاتی هەیە گوێمان لێ ناگرێت کە عەرەبە. گوێمان لێ ناگرێت، ئەم حیوارە نییە لە بێنمانە بەداخەوە. من بانگاوازەکەم ئەوەیە ئێمە ملەتێکی ژێردەستەین هێشتا. ئێمە هێشتا فشارمان لەسەرە، مەترسیمان لەسەرە. هەموو پیاچوونەوەیەک بە دەستور لە زەرەری ئێمە ئەبێ، زۆرینە لە پەرلەمان ئەوانە بن. بخرێتە ئیستیفتا ئەم جاریان ئیستیفتای سەردەمی مام جەلال و سەردەمی کاک مەسعود و سەردەمی بەهێزی کورد نییە. ئەم جاریان ئیستیفتا لەژێر هەژمونی شیعە و سوننە و ئەو ڕەوتە مەساڵەیە کە ئێستا لە بەغداد هەیە بۆ ئاگاداری. ئەم جاریان هەر تعدیلێک لە دەستوری عێراق بخرێتە ئیستیفتا، ڕاپرسیەکە لە قازانجی ئێمە نابێت. تا ئەڵوەشانەوەی مادەی 140 لە قازانجی ئێمەکە. یعنی کار گەیشتە ئەوەی جەنابی سەرۆک وەزیرانی عێراق ئەڵێ بە هیچ شێوەیە قبوڵ ناکەین، بە هیچ شێوەیە قبوڵ ناکەین. پارتی بۆی هەیە بارەگا بباتەوە بۆ کەرکووک، بەڵام بۆمان کورد بۆی نییە پێشمەرگە بباتەوە بۆ کەرکووک. بە هیچ شێوەیە ئەڵێ مە قبوڵ ناکەین. ئەمە زەنگە تێی بگەین. سەرۆک وەزیرانی ئێستا کە لەم سلەیمانیە
لەم سلێمانی زۆر خزمەت کراوە. تازە لە دنیای سیاست خەریک بوو، لەم سلێمانیە وردە پشتیوانی کراوە و دەوردا دەستی نووسینی بەهێز بووە و خۆی دۆزیوەتەوە. ئێستا سەرۆک وەزیرانە ئەڵێ بە هیچ شێوەیە قبوڵ ناکەم پێشمەرگە بێتەوە کەرکووک. یعنی چی؟ یعنی بوونی هێزی چەکداری عێراق لە کەرکووک ئەزەریە لەلایەن. و قبولکردنی هێزی پێشمەرگە قەتعی، قبوڵ نەکردنی هێزی پێشمەرگە قەتعیە لەلایەن. قەتعیە لەلایەن. جەنابی سەرۆک وەزیران پێمان ناڵێ تۆ بە چه حەقێکەوە ئەوەی خۆت بە قەتعی ئەزانی ئەوەی ئێمەش بە مطلقاً قبوڵ ناکەیت. ئەی بۆ مادەی 140 هەیە، ئەی بۆ مەناطقی متەنازع عەلەیهی هەیە، ئەمە چۆن جێگەیەکەیتەوە لە دەست لە مەناقەشەکەی خۆتان سیرکە. من ئەم ئاماژانە بۆیە یەکەم بۆی بزانن یعنی بیرکردنەوەکان چەند جیاوازە لە یەکتر، چەند جیاوازە و جیاوازەکانیش ئایندەکەی چەند مەترسیدارە، بۆنی چەند شتی مەترسی گەورەی لێ بکرێت. بۆیە من بانگەوازەکەم بۆ جەنابی سەرۆکی هەرێم، جەنابی سەرۆکی پەرلەمان، جەنابی سەرۆک وەزیران، جێگرەکانیان و حتا بە پشتیوانی حیزبە کوردستانیەکان ئەوانەی لە دەسەڵاتن و لە دەسەڵات نین، بانگەوازەکەم ئەوەیە وەرن بە ئەم موئەسەسەی حیوانە بە ڕەسمی قبوڵکەین، پشتیوانی مادی بکەین، پشتیوانی معنەوی بکەین، پشتیوانی ئیعلامی بکەین، تا زوو دروستی کەین دەرەنگە. تا زوو دروستی کەین دەرەنگە. ئەجینا یەکێتی و پارتی و باقی حیزبەکانیش بە ئەندازەی خۆیان خۆ دریغیان نەکردووە لە ڕووی سیاسی و لە بەغداد هەمە هەوڵێک بدەن، بەڵام ئەنجامەکەی ئەمەیە کە بینیمان. ئێستا قسە لە مەترسیەکەین کە لەسەرمان هەیە، ئەنجامەکەی ئەوەیە و احتیمالی ئەوە هەیە مەترسیەکەی بێتە دی، نەک مەترسیەکە بە سیاسەتی ئێستای حیزبەکان بڕێوێتەوە. بۆیە ئەم سیاسەتە کە سیاسەتی حیزبیە و ئەم سیاسەتە کە سیاسەتی تەفاوزیە لە بینی هەرێم و بەغدا پێویستی بە دەعمێکی معنەوی، فکری، سەقافی ئەم حیوارە و حیواراتی تریش هەیە. بسەقفی عەرەب مەتەلەی لە دانیشتووەنووی تریش لە بەغدا زۆر زۆرە، ئێمە ئەیان ناسین، ئامادەن ئەم حیوارە بەردەوام بێت، بەڵام وەکو جەنابی وتی، دکتۆر وتی، ئەمە بە پچڕ ناکرێت، ئەبێ بۆ موئەسەساتی بکرێت. مؤسسە بۆ کارێکی ستراتیجی ئاوا بەوە ناکرێت لە هەر مناسبەتێکی ئاوا بڵێن کێ سپۆنسەرمانە. با ئێستا جەنابی فاروقی مەنام سپەکاری ڕازبێ سپۆنسەری حیواری بۆ کردین. باش ئەمە تاکەی ئێمە سواڵی سپۆنسەر بکەین. ناکرێت ئەمە بەڕاستی. سواڵی سپۆنسەر حیوارێکی حوار لەناو پرۆسە بۆ حیوار دروست نابێ بە سپۆنسەر. ئەمە بە ئیمکانیەتێکی مادی مەقتوع و بە قانون و بە ڕیاڵێدراوە کرێ. بۆیە من تکراری یەکەم بانگەوازم بە ناوی ئەم کۆنفرانسەوەیە بۆ هەموو بەڕێزەکانی پایتەختی کوردستان کە کاکە قبوڵی بکەن ئێمە مەشروعێک لە بنکەی گەلاوێژ و لەگەڵ مؤتەمەری قمەی سەقافی عەرەبی مەشروع دەینێ بۆ ئەوەی ئەم مؤسسە البختیار دا سێکەس لێرە و ئاواهی دکتۆر ئەینەکەکەمی بۆ بکەمە چاوە بۆ نێرەوانی قسەکەن بەسەر مایکەکە لەبەر کات کاتە باکاک بەکات لێرە مایک هەیە لێرە مایک هەیە سەرمەڕەسەکە جوانترە ڕەحمان کاک ئارام لالەم بەرزایی شەو ڕۆژ من ئیش بۆ فیمینیزم و ڕەشەگەری یەکەم یەک پێشنیارم کرد قبوڵی نەکرد. باشە زۆر کەمال ژنان دەسەڵ دەڕن دکتۆرە بەسمە دا ژنان زەینب بیان پێشتن سابراوی بە یەکێتیەکانیش ببینە ناگەوە کەیتر گەرەبیان دکتۆر ابتسام دوازە کەس ابتسام خانەبانێ دەساڵ دایچنە دکتۆر وشیار چاومێنە یەکێکی تر لێرە وەرەگرین کاک ڕەحمان ماجد کاک ڕەحمان ماجدیش ڕەحمان کاک باش
كاد سببتين كاد نوزاد فرق ما يتكبر مكان أزاد كيتر كنيت خاتمية باجة طبعا وين نعرف كاد مختار زور سباس عندك ايه؟ بلى بابا دقي مسيحي بس زور سباس طبعا مبادرة كلش وهذا الحوار كلش قيمي. أول مرة أنا أشعر بأنه حوار حقيقي لشخصيتين، شخص عربي في مستوى القمة وشخص كردي نفس الحالة في مستوى القمة، والآراء جميلة طرحت في هذا اللقاء. لأول مرة أشعر بأننا سنتجه إلى حوار حقيقي. ومبادرة الأستاذ ملب اختيار حكومة الإقليم ورئاسة الإقليم والمؤسسات الرسمية لبدء الحوار وتشجيع الحوار المؤسساتي. طبعا الدكتور عبد الحسين شعبان حكى لي حد 2003 ما حكى بعد 2003. احنا كحكومة الإقليم فعل وجودي بوزارة الثقافة لاحظت بأنه حكومة الإقليم بعد 2005 قامت بمبادرات عديدة من خلال وزارة الثقافة، وخاصة شخصية الأستاذ المرحوم فلك الدين كاكي من كان بالوزارة، وأنا كنت مسؤول المهرجانات في الوزارة. قمنا بالعديد من المبادرات ومنها بيومية الجواهري ومهرجان خاص بالمرحوم الدكتور كاظم حبيب، وأيضا مؤتمر الحوار العربي الكردي والعديد من المؤتمرات الأخرى ومنها مؤتمر ناجي صبري همينة. يعني لحد 2012 كانت الوزارة مساهمة بشكل قوي. لا يعني مبادرة الأستاذ ملب اختيار كلش قوية، لأنه اليوم احنا مطالبين تم إهمال هذا الموضوع. تم إهمال هذا الموضوع. أرجو بأنه كل المؤسسات أن تهتم بهذا الموضوع، لأنه لا ننتظر سبونسر أو أي واحد يساعدنا بهذا الموضوع، لأننا كلنا سنبادر أن تكون الحكومة والقيادة في مستوى المسؤولية، وعلى الأخص الحزبين الرئيسيين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني. شكرا أستاذ مزاد، شكرا. كاك صلاح. شكرا جزيلا على الدعوة والحضور وعلى المناقشة. في بعض الأخطاء التاريخية ذكرها كاك ملب اختيار، وبعض المعلومات الإضافية لكاك عبد الحسين أيضا أذكرها للتاريخ أيضا. الحوار الكردي عربي داخل خلينا نقول العراق أو الدولة العثمانية في القرن ال19 كان كبير جدا، ورحلة العلماء والطلبة العلم ما بين بغداد والسليمانية مشهودة له، واكو كتب عديدة لها الواقع. فهذا الحوار للأسف انتهى خلينا نقول بتكوين الأحزاب القومية، والآن نقدر نقول أيضا دكتاتورية في العراق من بداية العشرينات من حزب الشيوعي. إذا ممكن تشرح هذا الحوار سابقا كان هسه حوار سياسي كان لا سياسي. لا هو حوار ديني كان بوجهات نظر مختلفة ما بين آلوسي وما بين زهاوي، معروفة هذه. نعم. بالنسبة إلى مبادرات الحوار الثقافي السياسي بدأت بالثمانينات الواقع في أوروبا، وكان 3 أشخاص يديرون مجلة الحوار، هم فاضل الرسول، أحمد بن بلة، وعبد المهدي. فهذول ال3 كان عندهم مجلة باسم الحوار، وكانت تطرح هذه وجهات النظر المختلفة. المؤتمر الأول للحوار العربي الكردي مظلة أول مرة وجهات نظر أحزاب الإسلامية من المغرب إلى إيران إلى تركيا حول كيفية حل قضية السلمي. مبادرات كثيرة حصلت في عام 2004-2005، وفي 2005 جاء عدد كبير من الناشطين العرب من المحافظات من البصرة إلى موصل إلى كردستان في مشروع اسمه مد الجسور. إذا رجعتوا إلى مد الجسور حتشوفون هذه المبادرات الكثيرة. اللي أيضا هددها وأنهاها هو حكم الأحزاب الدكتاتورية في العراق وفي كردستان. وأنا لا أظن أنه أي مشروع حوار حينجح في العراق ما لم ينتهي دكتاتورية الأحزاب في السلطة. شكرا أستاذ صلاح، شكرا. كان اختيار.
زۆر سپاس بەختیارم لە ڕێکخراوی سیدیۆ. بەڕاستی من حەزم کرد زیاتر لەسەرەوە قسە بکەین کە حیواری عەرەبی کوردی بەتایبەت مەبەستمان لە چی؟ ئایا مەبەستمان لە حکوومەتی مرکزی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان یا ئەحزابی سیاسیە کە پێی انتخاباتی 2008 بە هەموو تەزویرەکانیشەوە کەمتر لە نیویان هێناوە، یاخود پێمان وایە حیواری خەڵک لەگە خەڵک؟ من پێم وایە گەر باسمان لە حیواری خەڵک لەگە خەڵکا بێ، ڕۆژانە هەزاران گەشتیار دێن هەرێمی کوردستان و خەڵک خۆی حیواری هەیە. باسمان لە دوو مەسەلەی گرنگ نەکرد بەڕای من لە عێراقا کە زۆر کێشەیە. ئێماڵێن عەرەب دەسەڵاتدارە، بەڵام نیسبەتی هەژاری لە میسان لە ساڵ 52. ئەگەر من وەکو کوردێک چۆن ئازارە کێشم بۆ کەرکووکیەک کە پێم وابێ کەرکووک بەشێکە لە کوردستانە، ئازاری من نەبێ لە میسان لە 152 خەڵک هەژارە کەواتە حیواری چی؟ ئەبێ ئەو ئەرزیەتە دروست بکەین کە من ئەو قەناعەتەم لا دروست بێ حیواری عەرەبی کوردی لە چوارچێوەی عێراقا هەموو پارێزگاکانی عێراق وەکو یەک سەیر بکەم. کاتێک کە لە بەسڕە و میسان و لە بەسڕە و ناسڕیە چارەکەوانە کوژرەیە، بەڵام من کێشەم نییە کەواتە حیواری چی بکەین؟ ئەمانە زۆر گرنگە بەڕای من باس بکرێ. خاڵێکیکە کە هەمومان ئەزانین بەداخەوە سۆشیال میدیا ئێستا کاریگەری زۆر گەورەی هەیە. ئایا چۆن نەکرێ ئەم حیوارە سۆشیال میدیا بەکاربێنین؟ چکە گەر لەسەر ئاستی موسەقەفین قسە بکەین بەڕاستی بەداخەوە ئێمە بڕۆ کاریگەریەکان زۆر کەمترە بێتەوانێ. بۆیە زۆر گرنگە کە گرنگی بەم خاڵانە بین و لەسەر ئاستی موسەقەفینی عێراقی و کۆمەڵگەی مەدەنی و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی من پێم وایە لە مێژووی عێراقا لەوانەیە چەندین حاڵەتی ناخۆشمان هەبێ، بەڵام لە زۆربەی کاتەکانە ئاستی حیواری موسەقەفین لە ئاستێکی زۆر بەرزابووە. بۆیە گرنگەوەیە کە لەمە دوو ئەمانەیە بچینە ناو خەڵک ئازارەکانی هەردوو لا بکەین بەیەک. چۆن خەڵکێکی بەسڕە لە من بگا، منیش چۆن لە خەڵکێکی بەسڕە. خەڵکێکی زۆر